ايه والخوت ومساء النور وبصحة فطوركم ونهاركم مبروك ورمضان قرب يسالي وان شاء الله يكون الايام هذه ايام الخير وايام التوبة والهداية للجميع ان شاء الله. ويا ربي واللي مات الله يرحمه واللي مريض ندعيو ليه بالشفاء وندعيو ربي يخفف عنا الجرائم وهادشي اللي كنشوفو راه بزاف ولا بزاف اخوتي. خوتي ما موالفاش ليا كنصور جوج فيديوهات في النهار، نتوما راكم عارفين كنت نحط لكم فيديو في النهار او فيديو في اليومين، ولكن مع هادشي اللي كنشوف ما كنبغيش المشاهدين ديالي ما يكونوا عارفين والو. كنبغي نوصل لكم اي حاجه جديده واي حاجه كتهمنا وكتعلق بينا. واليوم عندنا جوج جرائم، جوج قضايا او جوج قضايا. اخطر جريمه بمدينه طنجة اللي الشاب اللي صفاوها لي 3 ديال الاشخاص، والجريمه الثانيه هي الجريمه ديال زرهون. شنقول لكم اخوتي، في عز اواخر رمضان هاد العشر ايام الاخيره كنعرفوها ما كنعرفوش فيها النهار ديال ليلة القدر وفوقاش تكون، ولكن العشر الاواخر كيكثر بنادم من قيام الليل والصلاة والدعاء الله باش يغفر ليك وبزاف د الحوايج. انا فين نكفروا على الذنوب ديالنا، ولكن ما بقيناش كنشوفوا هاد الشيء هذا او كنشوفوا الدراري كيجودوا القران عبر قنوات او يكونوا في برامج، ولكن كنشوفوا قتلى وبزاف ديال الحوايج. بزاف هادشي راه ولا كيضر في القلب والله. ما نخرجوش على الموضوع ونرجعوا لصلب الموضوع. قلت لكم في عز اواخر رمضان اللي خاصنا نكثروا من الخير والتسامح، ولينا كنشوفوا الجرائم وقتل كل يوم وكل ساعه. راه بزاف، راه بزاف. هادشي راه طلع في الراس، راه حشومه وعيب وعار. حنا راه بلد اسلامي، ماشي نبقاو نسفكوا الدماء بعضنا البعض. راه حشومه وعيب تقتل خوك المسلم او تأذيه بشي حاجه. وهاد الشاب اللي مات ما بينه وبين هاد الاشخاص والو، او ما كانش بينه وبين هاد الاشخاص، بينه وبين شخص مزايده في الكلام. راك تعرف المزايده في الكلام عادي، يقدر يكون بنادم صايم او يكون بنادم معصب او يكون كذا. ما طلع واحد يهبط واحد، ما بقاوش ديما يطلع واحد واخر يطلع كثر منه ونوليو في شي مشكله اللي كتكون المده ديالها عفوا المده ديالها ثانيه تولي خاسر حياتك. راه عيب. قلت لك ابتدت في الكلام وواحد ديك الاشخاص واش حقدوا عليه، واش ما عرفتش واش هما يدخلوا على الخط. اشخاص اخرين اللي ما كانش ليهم اصلا ما كاينش شي سبب اللي يخليك تطيح روحك. الا كنت انت، الا ما كان انت عندك نيه القتل، ما تقولش ليا بان ما كنتش ناوي نقتلو او باش كذا. اللي ما ناويش يقتل راه باين، اللي ناوي يقتل راه باين. ما علينا. قلت لك ما كاينش السبب اللي غادي يخليهم يطيحوا روح. ومش غنقول لكم تبعوا الفيديو حتى الاخر وغادي تفهموا وغادي تعرفوا شنو واقع. هاد الشاب اللي مات مغدور، ضربوا بواحد بآلة حادة. آلة حادة، آلة اللي حادة، واش من نوع تيقولوا ليها واش النوع ديالها صبارة أو خنجر، ما العلم ولا. المهم آلة حادة في ضربة خطيرة للرأس، طرف من راسو طار خوتي. وغيعاود الآخر الثاني غادي يضربو واحد الآلة ديال البناء أو الحفر، واش مطرقة واش مسيطة ما عرفناش. المهم آلة البناء. ولكن الأم ديالو راه كون شفتو الفيديو ديالها راه يبقى فيكم الحال، راه يبقى فيهم وكتناشد المغاربه وكتطالب المغاربه بانهم يكونوا يتعاطفوا معاها وفي هاد القضيه هادي باش المجرمين ياخذوا الجزاء ديالهم. ملي كنشوفوا حنايا شنقول لكم، راه ماشي ما عرفتش والله. ما هادشي كيضر في الراس والله. يقتلوا واحد ما وباش يقتلوا واحد او يقتلوه بثلاثه ويدخل عليه واحد لا يدخل عليه هو انه مريض نفسي، راه ما يمكنش. يجيو حنا عارفين القانون ديالنا وكنتشكوا في القانون ديالنا وكنعرفوا القضاء كيفاش داير. يجيو حتى هما ويديروا تحقيق، الا ما كانش عندهم دخل في هاد الجريمه وما دايرينش راه يخرجوا. كانوا دايرين راه غتثبت عليهم الدلائل غادي يمشيو للحبس. حاجه باينه هادي. واش نقول لكم، حنا قلت لك كنعرفوا كنتشكوا في القضاء ومازال خص يكون بحث معمق. وحنا عندنا ثقه كبيره كنعاود نقولها في القضاء وفي المخزن بصفه عامه. خاص يكون بحث قلت لكم معمق واش نقول لكم الخوت، راه الدري بقى فيا والام ديالو بقات فيا، وتا هادوك الناس اللي داروا ديك الجريمه تا هو اللي ديهم غادي يبقاو فيك. ولكن باش توصل وتقتل خوك المسلم على حاجه اللي ابسط ما اكثر من البساطه، باش نتناقشوا وتجي تقتل بنادم، لا نقاش عادي وقع. ما كيأذيك بنادم، ما وصلك ما صافي عادي. الشيطان تيحضر الساعات ولله. ولكن الجريمه الثانيه والمفاجئه والمفجعه اللي مشكله هي شنو نقول لكم في منطقه زرهون. بان واحد، شوف،
غادي تزاق روح اخوتي، غادي تزاق روح على ابسط ما هي حاجه، غادي تزاق روح على ابسط ما هي حاجه، على والو، على واحد شكون بحال نقول لكم بحال السقايه كيسقيو منها البحيرات ديال الربيع وديال كذا، واش كيديهم يبيعوهم، داكشي بالنوبه، حنا كنعرفوا واحد جوج ثلاثه كل واحد بالنوبه ديالو. ولكن من غتجي الوقيته ديال هذا الشخص هذا، وغتجي الوقت باش انه خصو يسقي وخصو ياخذ الماء وكذا، ما غيخليوش. واحد الجوج ديال الخوت، واحد متزوج وواحد لا باقي سيليباتير، غيتناقشوا، غينوض الاب ديالهم هذا اللي خصو يبري الطرح وخصو يقول لهم على الشيطان وليداتي وكذا، وكاع اللي كان الاخر كاع شي هضره خايبه بالمراه الصيام هذا، والله يحسن العوان وتماره، الله يحسن العوان، خصنا نقدر هذا الشيء هذا. ولكن باش ينوض الاب ديالهم ويقول لهم خصكم تجمعوا ليه وتطوعوا ليه، لما انا باكم انتم ولادي وانا ساخط عليكم، شوف الكلام كيفاش داير. غينوضوا داك الدراري بدون تفكير وبدون عقل، غينوضوا غيشدوا داك السيد وغيشدوا بواحد الشاكور، غيشلخوه تنقول لكم، غيشلخوه غيعطيوه مزيان حتى غادي يموت. لا حول ولا قوة الا بالله، هادشي اللي نقول لكم، والله لا حول ولا قوة الا بالله، هادشي كيضرب في الخاطر. والله قلت لكم غادي يوقفوه، غادي يشدوا داك الشخص وغادي يسلخوه وغادي يكرفصوه بواحد الشاكور بلا رحمه بلا ثقافه، بلا ما يقول لهم حشومه، ولا كاع داك الاب حشومه عليك اصاحبي، كاع حشومه، كاع اللي خصو يقول ينعلو الشيطان ويجر وليداتو ويعرف شنو تيدير، يقيدهم على مصيبه بحال هادي، ويبرد الطرح وكاع، واش نقول لكم، ويصيفطوا ولادو للجهه ما عرفتش، هو مصيفطوا ولادو للحبس وخارج هو من هاد الجريمه بحال اللي ما داير والو، وهو السبب لنا الجريمه هادي. ولادو راه كيضربوا في الحبس، واحد راه خلى مرتو وما عرفتوش عنده شي ولاد ولا ما عندوش، وواحد راه سيليباتير غيضيع حياته بسبب كلمه اخوتي، بسبب كلمه وقعت جريمه. الله يرحم الوالدين، كنعاودها وكنعاود نقولها، ما يبقاش يزرب بنادم يثبت راسو. حنا كنعرفوا كاع الدم ديالنا سخون وكاع كنزربوا، ولكن في بعض الاحيان خصك تماسك الاعصاب ديالك. وراه بزاف هاد الشيء هذا. وخوتي هاد الجرائم راه يلاه وقعوا مؤخرا في هاد العشر الاواخر ديال رمضان، والا كان شي جديد فيهم ضروري راه غنتوصل به وغادي نشاركو معاكم. وشكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم، وراكم في القلب ديما، وشكرا على الدعم ديالكم بزاف بزاف، وشكرا.